هي اختي لاباس بيها، ما عندها حتى حاجه، عندها مرض واحد برك، الغيره. شفتي كي تقعد هاك تشوف انسان خير منها ما تتحملش. الخاوة حدها الدنيا، ولكن هاد الاخت بغات تساليها في هاد البرنامج واللي الحلقه ديالو دارت البوز في العالم. فاجيو نشوفوا اشنو واقع. عرضت ياسر، ياسر معايا انا ومعاها هي، مهما كان حتى هي اختك، مهما كان حتى هي اختي، مهما كان اختك صغيره، مهما كان. شوف ضحيت على جالكم، درت الدنيا كلها على جالكم. على بالي بصح توصل انت تعاركي انت واختك وقدامي حبيبه وتتضاربوا وقدامي. على واش انا ابسط حاجه. هاد الشابه الجزائريه واللي كلشي كيشهد بحسن التعامل والاخلاق ديالها في التعاليق، بحكم الناس بزاف كيعرفوها لانها ممرضه في مستشفى عمومي. الا رانيا اللي كتقول العكس د هاد الشيء، وبينات على حقد قديم عندها تجاه اختها حبيبه واللي اسبابه مجهوله. المشكل بيناتكم انه حبيبه تشوفيها بلي هي متسلطه. صحيت، هي مثلا تدير حاجه ديرها عادي، هي نورمال. لا الحبيبه ديرها عادي جدا، هي واحد ما يسالها تقول لك انا ما يسالني حتى واحد، من تديريها لا. اختك سيئه. ماشي ما نقدرش نقول عليها سيئه. معليش خليني نكمل. اختك انت تكرهيها في داخلك. جامي ما نكرهش. الاب ديال هاد البنات كان قاسي لدرجه ما تقبلش الطلاق ديال بنته حبيبه، وكان على سبه ومشى تزوج مره اخرى وعاش حياته خلاهم. بابا من كوتي تاع الحنانه لا كان الدور تاعو يخدم يجيب لك تاكلي بابيز، حاجه اخرى ما. امي هي اللي كانت كل شيء، كانت الاب الام الصاحبه، كانت كل شيء. باباك وين راه؟ بابا متزوج. عاود زواج؟ اي. وقتاش عاود زواج؟ بعد ما طلق هو وماما. وقتاش طلقوا؟ بعد طلقي انا. ومن بعد هاد الشيء رانيا اللي كانت مزوجه وعندها بنت حتى هي طلقات وجات تعيش مع امها واختها حبيبه، ومن تما بدات المشاكل. جويلية 2023 بداو المشاكل، كانت نورمال حياتنا عادي كيما بروبليم في العائله نورمال، الناس كامل تتعارك عادي. ومن بعد بدات المشاكل، بدات كيفاه كي نجي انا نقعد معاهم تنوض تهضر فيا، تنوض كي شغل تنوض تهضر فيا، نقول لها واش هي مشكلتك معايا، تقول لي هاك ما نحبكش انا ما نحبكش من الاخر. الام اختارت كحل تعيش مع رانيا باش توضح حد لهاد المشاكل اللي بين هاد الخواتات، وهاد الشيء اللي ما تقبلاتوش حبيبه، حيت بقات كتجلوق بوحدها من دار لدار، بينما اختها الاخرى عايشه مرتاحه مع امها، وفي نفس الوقت منعت هاد الاخيره تشوف حبيبه. جات تطبطب علينا في الباب، عام كامل تعرفنا وين نسكنوا ما جاتناش، كي دخلت ما هضرتش مع ماما، جات تهضر معايا انا، ماما ما بغاتش تهضر معاها ماما. لا انت اللي دخلتيها الكوزينه وسكرتي لها الباب وقلتي لي الهضره معايا انا ماشي مع ماما. هي خاطر ما كانش مشكل بينكم وبين ماما، المشاكل ما بيناتي انا وياك، هي هضرت الحق هضرت صح. شكون اللي سبب المشاكل هذوما؟ انت وماما. يا رانيا اختي. حبيبه جات لهذا البرنامج ديال الصلح المعروف في الجزائر باش تصلح الامور ويعيشوا مزيانين مجموعين وما تحرمش من امها وينساو اللي فات. ولكن واش اختها في نظركم غادي تنعل الشيطان؟ ما تشوفش هاك يغرك المظهر يا خويا، ما يغركش صح. معليش نسقسيك خالتي، كي دوكي بنتك راح تتزوج الصيف الجاي، انت معاهم راح تقعدي. خلتنا هي نتزوج. ما انت يا بنتي كيما بالحصه هذه راح كلش في لا الصفر. ودي نزوجوك ما تخافيش نزوجوك. خالتي تفاحه جاوبيني. صح. اسمعي رانيا، يفتح ستار وتتصلح علاقتك مع اختك ولا ستار يقعد مغلوق؟ لا والعلاقه تقعد كيما راهي؟ جامي تفتح. شكرا رانيا. ومن بعد هذا الشيء اللي دارتها طويله اللسان البرهوشه اللي فاش غتكبر وتعقل غالبا غتندم على هذا الشيء. واش حتى الام بهذيك الشخصيه الضعيفه اللي عندها واللي كتسيرها بنت صغيره، واش حتى هي تقدر ترفض الصلح؟ تعيشي مع بنتك؟ لا ماذا بينا نقعد مع بنتي الكل ونعيش معاها. لا ما جاوبتينيش خالتي. بنتك هذه حتتزوج. كي تتزوج انت تعيشي مع بنتك هذه. انا نحبهم مع بعضهم، فهمني. يا هضري مع هذه مع بعضها. نحبهم مع بعضهم. امبوسيبل. لا 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 صح. دوكا راني المشكله انا المشكله روحي. عموما الله يهدي النفوس، والخاوه حدها الدنيا، والانسان خصو يكون متسامح، حيت هذا الشيء من شيم المسلم. فعلاش الحقد وعلاش البغض على امور تافهه وفي التالي اخرتها موت؟ يفتح ستار وتروحي ترجعي علاقتك مع بنتك، تروحي تزوريها وكي يكتب ربي ورانيه تتزوج تعيشوا في دار واحده. يفتح ستار ولا لا يفتح ستار؟ يفتح ستار. يفتح ستار. افتحوا لنا ستار. فويس ليك، صوت مني ليك.